السلام عليكم، يسعد أوقاتكم جميعا. إن شاء الله بتكونوا بخير وصحة وسلامة من وين ما كنتوا بتتابعوني. بدل ما قرأتوا تحت الفيديو رح نعمل مع بعض عشاء خفيف أو فطور من 3 مكونات إن شاء الله إنهم موجودين بكل بيت. لنشوف طريقة العمل خلينا نتابع الفيديو للآخر. أسفل هذا الفيديو رح أترك لكم حملة 100,000 لقناتي، اشتركوا فيها وفعلوا زر جرس التنبيهات حتى يوصلكم من ملك كل جديد بجديد أنا بنزله خلال الفترة اللي جاي. أيضا رح أترك لكم صبايا رابط صفحتي فيسبوك، بتقدروا من خلال الصفحة تعملوا لي متابعة بيوصلكم كل وصفاتي أول بأول. رح نزل خلال الفترة اللي جاي وصفات عبارة عن فيديوهات قصيرة إن شاء الله إنها تنال رضاكم وإعجابكم. أي استفسار فيكم تكتبوا لي إياه بالتعليقات أو تبعتوا لي إياه على رسائل الصفحة، بإذن الله إني ما بتأخر عليكم. اسم صفحتي وصفات ملك عبد العال. ولحتى ما أتأخر عليكم أكثر خلينا ناخذ مع بعض المقادير، أو هم لا يعتبروا مقادير، هم مكونين 2، ونشوف كيف رح نشتغل فيها. في البداية صبايا هون أنا عندي 5 حبات من البطاطا أو البطاطس، عندي جبنة موزاريلا، وعندي 3 ل 4 معالق من الطحين متعدد الاستعمالات، أيضا عندي ملح وفلفل أسود. هذه كل مقاديرنا. لنوه على شغلة صبايا كثير مهمة، المقادير هون تقديرية، يعني كل واحد وحسب حاجته. تمام. اول شي صبايا بطنجرة على الغاز انا حطيت مي واستنيت المي لحد ما بلشت بدها تغلي، بعدين نزلت البطاطا بعد ما غسلت البطاطا كتير منيح. تمام. لازم المي تغمر حبات البطاطا او البطاطس كتير منيح، مش لازم المي تكون ناقصة عن البطاطا ابدا كيف ما هو واضح قدامكم. عندما تغلي معنا بهذا الشكل هي مش رح تاخد معكم وقت، او بالاحرى حسب حجم البطاطا اللي انتم بتستخدموها. تمام. لنعرف انها استوت بنضغط بالسكين كيف ما هو واضح قدامكم، هيك بنعرف انها هي استوت تماما. لو شدت معاكم السكين وما طلعت بكل سهولة، لا هيك بتكون لسه بدها شوية وقت. قشرت البطاطا صبايا كيف ما هو واضح قدامكم، وهلأ رح اهرسها كتير 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 منيح. لازم انا اهرس البطاطا صبايا وما يكون في عندي ولا قطعة، لازم البطاطا تكون مهروسة كتير 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 منيح. ولو عندكم ماكينة لحمة بتقدروا تهرسوها عليها بيكون كتير افضل. انا هون هرستها بهراسة البطاطا اليدوية، بس لو عندكم يعني ماكينة بيكون كتير افضل. تمام. واللي مش موجود عنده هراسة او عنده ماكينة لحمة بيقدر يستخدم الشوكة، ما في اي مشاكل. تمام. هرستها صبايا انا كيف ما هو واضح قدامكم، وهلا رح اضيف عليها ملح والفلفل الاسود. الملح والفلفل الاسود هون صبايا بيتوقف على حسب الرغبه، يعني انا وزوجي بنحبوا الملح والفلفل الاسود شوي زياده، بس لانه عندي اولاد صغار فما بكترش فلفل اسود. حطيت انا هون كمان معلقتين كبار من الطحين. لازم احط الطحين تدريجيا وابلش اعجن فيها، اتعامل مع البطاطا وانا بعجن فيها كيف ما بنتعامل مع العجين تماما. رح اعجنها صبايا كيف ما هو واضح قدامكم لحتى تبطل تلزق بايدي تماما كيف ما هلا رح افرجيكم. شايفين صبايا؟ هيك لساتها بدها طحين كمان، يعني لو كانت لسه بتلزق بايدكم بتضيفوا كمان معلقتين من الطحين. انا ما بقدر اعطيكم كمية طحين ثابتة، هون بيتوقف على حجم البطاطا اللي انتم بتستخدموه. يعني انا بقدر اقول لك 5 حبات ممكن يكونوا اكبر من اللي عندي، فمش حيزبط معي المقدار. عجنتها أنا وحطيت كمية طحين تقريبا 4 معالق، أخذ معي ل5 حبات من البطاطا لحد ما تكورت معي بهذا الشكل. أضغط عليها ما تلزقش بإيدي أبدا. وهلأ رح نبلش نشكل فيها. دهنت إيدي هون نقطة من الزيت لحتى بس ما تلزق بإيدي وتسهل علي الشغل. حطيت شوي من الزيت جنبي، وكل ما بدي أعمل وحدة لازم أدهن إيدي نقطة من الزيت عشان يسهل علي بالشغل. تمام. أخذت مقدار القرص صبايا كيف ما هو واضح قدامكم وكورتها وعملت لها تجويرة، وراح أحط فيها جبنة من الموزاريلا. راح أسكرها كتير منيح، وراح يكون في جنبي كيف ما هو واضح قدامكم صينية أنا رشة عليها شوية من الطحين. تمام. حتى برضو البطاطا ما تلزق بالصينية، أو ممكن تدهنوها نقطة من الزيت ما في أي مشاكل. كورتها أنا صبايا وعملتها على شكل دائري كيف ما هو واضح قدامكم. رح أعمل معاكم كمان وحدة حتى يسهل عليكم بالتشكيل. مرة تانية دهنت إيدي بالزيت، أخذت مقدار القرص كيف ما أنتم بتحبوا حجمها كبير أو صغير ما في أي مشاكل. كورتها بعدين عملت تجويرة بالوسط وراح أحط فيها جبنة موزاريلا.
طيب احنا بنقدر نستغني عن الجبنة؟ طبعا بتقدروا تستغنوا عنها تماما وما تضيفوها نهائيا، وبتصير عندكم وصفة من مكون واحد. وبتقدروا كمان انه تستغنوا عن جبنة الموزاريلا وتحطوا اي نوع جبنة انتم بتفضلوه بتحبوه. ممكن تستخدموا ميكس اجبان، ممكن تستخدموا الجبنة المثلثات او الكيري، يعني اللي موجود عندكم ما في اي مشاكل. بطاسة او بالمقلاي رح احط مقدار الزيت، انا ما كترت زيت، تقريبا 4 معالق. لازم الزيت عندي يقدح صبايا. اول ما بيقدح معانا الزيت بنهدي النار على الوسط، بعديها بنقليها. هي ما بتاخد معاكم وقت بالقلي، تقريبا دقيقتين مش اكتر. فينا نقليها بزيت غزير؟ ابدا ما بتقدروا، ممكن تفرط معاكم فمش لطيف ابدا. بس ممكن تضاعفوا كمية الزيت، يعني تقريبا نص المقلى بيكون تمام. بس انا ما بحبها تشرب زيت زيادة، فبكتفي ب4 5 معالق كفاية. تمام. شوحتها انا على الوجهين كيف ما هو واضح قدامكم. واول ما بتاخد معي التحميرة من الوجهين على طول رح شيلها واحطها على مناديل المطبخ لحتى تتشرب عندي الزيت الزيادة. كملت باقي الكمية صبايا، تمام كيف ما هو واضح قدامكم. وهيك كانت معي، يعني ما أخذوا معي وقت حتى بالقلي أبدا أبدا أبدا. وفيكم صبايا برضه ممكن تسلقوا البطاطا وتخلوها على جنب وتستخدموها إمتى ما بتحبوا. تمام. زي انت انا بالبقدونس حتى اكسر لون وحطيت معاها الكاتشب لحتى اقدمها لاولادي، لانه ما في ولا اطيب ولا احلى من هيك وجبة تعمليها لاولادك، بكفي انها شغل ايدك. تمام. انا حابة بس اقطع لكم قطعة وتشوفوا قديش الجبنة سايحة وبتشهي القلب. شوفوا كيف، يعني ولا اروع. لازم وضروري جدا جدا انكم تجربوها. طيب احنا بنقدر انه نشويها. طبعا بتقدروا انكم تدهنوها شوية زيت على الوجهين وتحمروها على الشواي من فوق، رح تحصلوا على طعم رائع جدا جدا جدا. او بتقدروا انكم تستخدموا المقلاية الهوائية، برضو ما في اي مشاكل. تمام. صبايا لو بتحبوا انكم تعملوا جبنة الموزاريلا بالبيت، انا حترك لكم رابط جبنة الموزاريلا تحت. عملتها بالمكونين 2 احلى من الجاهزة بكتير. تمام. صبايا لو عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك لحتى اقدر اوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن. انا طلبت منكم اليوم طلبات كتير، بتمنى ما تبخلوا علي كيف ما انا ما ببخل عليكم بتقديم وصفاتي. طبقوا الوصفة وابعتوا لي تطبيقاتكم على صفحتي فيسبوك او على جروبي فيسبوك وصفات اقتصادية على قد الايد. كل هاي الروابط رح اترك لكم اياها تحت بصندوق الوصف، ان شاء الله انكم تستفيدوا منها. ألف صحة وعافية على كل من راح يجرب وصفة اليوم. بشوفكم على خير إن شاء الله فيديو كتير كتير قريب، وباي باي.